من زمان بقى لك ايه شرط عليك يا استاذ لغايه دلوقتي التهريب شغال في الحدود يا استاذ. ايه حضرتك الشوال ده؟ الشوال ده يا استاذ اكبر دليل على ان المافيا الغذائيه في مصر تهرب الغذاء لاسرائيل حتى الان، وتوجهت ب 12 بلاغ للسيد النائب العام وامنت الغذاء لمصر، وادي ما يثبت ذلك ظهوري في اكثر من جريده وطنيه لتامين الغذاء للشعب المصري. وكانت النتيجه تلفيق 15 قضيه لي من مافيا الغذاء في مصر لاني منعت ثوره الجياع. رمضان اللي فات الرز كان هيجيب 7 و10 جنيه، بعته ب4.5 وطلعت في قناه التحرير. حاربت المافيا لوحدي، النتيجه ما حد ساندني. امنت الغذاء للشعب المصري واتلفى ليا 15 قضيه، لان عبد الفتاح متولي قمر صاحب الهدايا الغذاء المسرطن والقمح المسرطن قريبه رئيس محكمه الاستئناف السابق محمد ابو شليب واحمد ابو شليب مكتب النائب العام. تم حفظ جميع بلاغاتي وتلفيق 15 قضيه لي، وانا من امنت الغذاء لمصر والاهل ولا شعب مصر. وعلى قناه الجزيره اللي بيقولوا ان هي بتغير الحقيقه، اهديت محاربتي واهديت استمراري لكشف المافيا في مصر، اهديتها للسيد الرئيس مرسي، وقلت له يا من جلست على الكرسي بامر الثوره والشهداء مين وقف جنبي؟ اتدمرت، اتسرقت وكالتي، داخل في خساره اكتر من 1.4 مليون، والدي توفى بجلطه من مافيا الغذاء. اذا كنتوا تريدون معرفه الحقيقه، هذا هو بنزيم المواطن المصري، السلع الأساسية الاستراتيجية لاحتياج المواطن المصري اليومية. يهرب الغذاء عن حدود لإسرائيل. قناة محطة مصر طلبت محاكمة. ايوه انا بس عايز افهم حاجه، ايه علاقه الشوال وشقفه والناس دي ان هم بيهربوا يا استاذ ادي الكلام بالعبري يا استاذ. فين الكلام بالعبري يا استاذ اهوت. شكحه وادي شيحه هيفا رز وفاصوليا، وخش على النت هتلاقي فضيحه تهريب الغذاء لاسرائيل بنص الثمن. هتلاقي تهريب الغذاء على النت. هو الرز مش ممنوع تصديره ولا بيصدروه؟ يا استاذ الفاضل انت قلت فئويه، دي سلعه استراتيجيه. الفقير في مصر، الفقير في مصر يا استاذ بتصدر الرز مسموح لتصديره ولا بيطلع الاثنين، وده قرار خطأ. يعني مسموح بتصديره وبيهرب على الحدود. في ساحة رود الفرج بتيجي الكناتر بتاعت ليبيا تحمل غذاء وتدخلها على الحدود لاسرائيل. تمام. ده شوال ده بيجي بداله المسرطن، يتهرب غذائنا ويجي بداله المسرطن زي الرز اللي اتقبض عليه على بطاقة التومين، فاسد وغير صحيح استخدام الاداه. موجود في المينا بتاع دمياط عدس ممسوك في مينا دمياط، وفول وسمسم وفلفل اسمر. والفاجعه الكبرى تدمير شباب مصر بدخول في قلب الاجوله، وهناك قضيه بمينا دمياط، مخدرات وكميات رهيبه من الترامادول. مافيا الغذاء في مصر. وقلت اللي يدخل فاسد لشعبه ويسرطن اهله قادر يدخل اي شيء. حتى الان هناك تعتيم بمينا دمياط على ما هو موجود من مسرطن في المينا.